بص يا استاذ عمرو، عقل ظهر دلوقتي اكتشف سنه 2015. بدأ تشغيله في 2018. النهارده فات على تشغيله حوالي 6 سنوات. في الفترة دي طبعا في حاجة اسمها التنقص الطبيعي نتيجة الاضمحلال، نتيجة فقد السحب الطبيعي من آبار الغاز. وهنا بيحصل ان التعامل مع حقول الغاز خصوصا في المياه العميقة محتاجة انضباط شديد جدا. وده سبب استمرارية إنتاج حقل ظهر حتى يومنا هذا، لأن التعامل مع إنتاج الغاز من المياه العميقة حساس جدا. وطبعا بيحصل في العالم كله مشاكل كثيرة جدا أثناء التشغيل، وعشان كده في عمليات انضباط بشكل مستمر، وفي عمليات تصحيح، وفي عمليات بتجري زي ما هو النهارده في عمليات تصحيح بتحصل على بعض الآبار في حقل ظهر من خلال الشركة الإيطالية اللي هي صاحبة الترخيص. وفي كمان دلوقتي احنا عندنا حفرين شغالين في حقل ظهر لإعادة زيادة تنمية حفر آبار جديدة. اللي عايز أقوله يعني عشان بس الناس تفهم إن اللي بيدير النواحي الفنية في حقل ظهر هي الخبراء الطلاينة مع خبرائنا المصريين، يعني مش المصريين فقط عشان ما يكونش الاتهام موجه للمصريين، لا، هو اتفاق مشترك بين خبراء الإيطاليين والخبراء المصريين في اتخاذ القرار بالذات، والقرار لا يؤخذ عن طريق طرف واحد، يعني طرفين بيتخذوا القرار. فازاي حضرتك نقول الوفاة؟ هذا لفظ الوفاة ده أنا حتى استغربت لما لا مش علمي حتى يعني على بير بترول. يعني بالظبط خالص خالص، يعني ملوش علاقة بالواقع ممكن ولا ليه علاقة. انخفاض الانتاج. هو انخفض بالظبط. يعني احنا ما بنقولش حقل ظهر انخفض، بس انخفض طبيعي. ما فيش حقل في العالم بيستمر انتاجه بصفه مستمره على نمط زمني طويل، مش ممكن. طب الكلام ده يعني جه ازاي؟ انت عملت تصريحات فعلا لهذا الموقع؟ انا في صحفيه كلمتني من صحفيه من موقع، مش موقع، من مجله المصور، وقالت لي انا عايز افهم من حضرتك شويه حاجات كده. فقعدت اكلمها يعني ايه الحقول، وايه الغاز بيتعامل ازاي، واحنا بنعمل ايه، وحكيت لها قصص كثيره جدا. عشان بتقول لي عايز اتعلم، يعني فكره التعليم. فهو ظاهر الكلام اتلخبط في مخها كله طبعا. المفروض مجله المصور دي مجله محترمه يعني بيشتغل فيها صحفيين. هي ما طلعتش، هي ما طلعتش من مجله المصور، هي طلعت من الموقع. حضرتك تعرف طبعا كمية الضرر اللي حصل النهاردة وكمية الإحباط اللي جات للناس من هذا وطبعا تم تداوله وتم يعني استخراجه وتفسيره مليون مرة. انا شخصيا يا استاذ عمرو استأتي كثيرا جدا من هذا اللفظ البقاء لله في حق ظهر. انا مستاء جدا، يعني ازاي حاجه دي وتنسب الي انا بالذات. انا بعتبر نفسي واحد من خبراء البترول وخصوصا في الغاز والنفط وتكرير البترول. ازاي انا يطلع مني هذا اللفظ؟ يعني عيبه في حقي، يعني انا. فهي قالت لك انا من مجله المصور وطلعت مش تبع مجله المصور. لا طبعا لا. إنما حضرتك لم تشر من قريب أو بعيد أن الحقل قد مات، وإنه الحقل ما فيهوش فايدة، وإنه الحقل انتهى. ازاي يا استاذ عمرو هقول الكلام ده والحقل شغال، وهو اكبر حقل انتاج غاز طبيعي في مصر حتى يومنا هذا، هو اكبر حقل بينتج غاز في مصر. ازاي هقول الكلام ده؟ المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا. والآن كل الناس اللي كانت بتقول انه حقل ظهر قد توفى وانه اهو اصل هم سحبوا منه جامد، ده طبعا فجأة يا جماعة الناس كلها بتتحول الى مهندسين غاز، وانه اصل السحب كان كتير. تحس كده ان هو كان في حد جايب مثلا شاليمون وبيسحب من البتاع، يعني ان احنا سحبنا منه كتير قوي وان هو باظ مننا كل هذا الامر محبط في اوقات صعبة. انا يعني المفروض هذه الاوقات
الناس يعني تشوف ايه الحكايه، ايه الموضوع، نقف نقدر ان احنا نرشد، نقدر نشوف ازاي الحاجات ممكن تتعمل، ازاي الدوله ممكن نقف وراها، الدوله تصارحنا اول باول بارقام الترشيد عامله ازاي. يعني النهارده احنا شفنا السيد رئيس الوزراء كان عنده اجتماع مع وزير الماليه ومع عدد من الشخصيات الاقتصاديه جوه الوزاره علشان يتابعوا الامور، وكل هذه الامور عايزين نعملها، كل ده عايزين نعمله. فطبعا لانه كمان التصريحات تم نسبها لشخصيه مهمه، يعني ما احنا مش جايبين حد مثلا غاوي او صحفي بترول او لا 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 لا، ده رجل مسؤول جدا جدا جدا. امبارح بالليل كنا بنتكلم على الطيار الامريكي اللي سقط كما هو في التعبير خلف خطوط العدو، وامريكا اتقلبت كلها ان هذا الطيار يجب ان يخرج من خلف خطوط العدو. وكان بالنسبه للحاج ابو حنان الرئيس ترامب مساله حياه او موت، لانه الطيار ده لو كان وقع في ايدي ايرانيه كان هيبقى عندنا مشكله مرعبه مرعبه، كان ايران دي ممكن تولع كلها. ولكن اليوم تم الاعلان انه اتعمل عمليه بيسموها نوعيه. انتوا عارفين لما يتقال على حاجه انها نوعيه، فالفكره انه عدد كبير من القوات، عدد كبير من الامكانيات، مساهمه من المخابرات الاسرائيليه، كل ده علشان الراجل ده يطلع من المكان اللي هو فيه. وطبعا تفاصيل كثيره مرعبه. معانا لاول مره الاستاذ رياض قهوجي مستشار قناه العربيه للشؤون العسكريه، وهو نجم في مجاله، واحنا عندنا فخر وسعاده ان هو معانا يحكي لنا كيف تم انقاذ الطيار الامريكي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك استاذ عمر، وشرف كبير لي اكون معك في برنامجك. ايه الحكايه؟ كيف تم انقاذ هذا الطيار؟ عمليه فيلم امريكاني اكيد هيعملوه يعني. هو دائما في العصر الحديث الطيارين عندهم نكهه خاصه. بتلاقي بس يوقع الطيار بأسر مختلف عن ما يوقع جندي عادي او ضابط عادي بالمشاة بالاسر. دائما لانه دائما القوات الجويه هي تعتبر النخبه، ووقوعها بالاسر كمان بالنسبه لامريكا في حروبها، انه هذا الطيارين هو عنده هي التفوق الجوي دائما. سقوط طائره يعني يكسر هذه الهيبه، وفي نفس الوقت وقوع الطيار في الاسر بيعرضوا لامكانيه ان يستخدم من الطرف الاخر في البروباغندا بتاعته. طبعا يعني نذكر في حرب فيتنام كانوا الطيارين في احيانا يوقعوا او يسجلوا تصريحات يقولوا فيها انه هم امروا بتنفيذ جرائم حرب، وانهم كانوا يغيرون ويهاجمون المدارس والمستشفيات وغيرها من الامور، وبالتالي تستخدم كآلة بروباغندا من الطرف الآخر. ومن هون دائما في هذا القلق من أنه الطيار يوقع بالأسر. ومن هون شفنا هذه العملية الكبيرة اللي قامت فيها قوات النخبة، مجموعة من اللي بيعرفوهم بأمريكا الرينجرز، اللي هم مثل الصاعقة بمصر، يعني هم قوات النخبة بالجيش الأمريكي، هن اللي بنفذوا عمليات البحث والإنقاذ. وهودي في طائرتين طائرات نقل C-130 نزلوا في مطار مهجور قديم حد أصفهان. نزلوا هناك، وهم الطيارين دائما في معهم في بدلتهم بيبقى في عندهم عدة للإنقاذ. يعني لما يقفز الطيار بينزل معاه بالبدلة تبعته بيكون في عدة فيها ضمن الأشياء جهاز إرسال بيخلي الأمريكي
القوات الامريكيه تعرف اين موقعه في مع الجي بي اس، في يحدد وين موقعه. فكان هذا الشخص حسب الروايه المسربه لهلا انه هو اصيب خلال عمليه القفز بالمظله من طائرته، اصيب وكان عم بيمشي بصعوبه، فبقي بمختبئ في الجبال